صيد السمون على الكش كتير. ركز معي حجي لهالمعلومة. لازم يمشوا بعكس الهواء. يعني المفروض والأفضل يلبس ثياب الصيد، يعني ثياب مموهة. إذا مثلا لون أسود مثلا معلش. صيد السمون على الكش، نحن بنقول له على الكش. شو هي الطريقة؟ طريقة انه بيكون في صف شجر او صف بلان، يعني انا مصور هون بلان لانه هو بيخنشل بالبلان السمون كتير. شو هي الطريقة الصحيحة؟ اول شغلة بيكون في صياد من هون وصياد من هون، صف الشجر بالنص، صياد من هون وصياد من هون، بيمشوا عسوية بعضهم، يعني ما واحد بيسبق التاني. راح تطير السمنة، يعني إذا طارت السمنة راح تروح بهذا الاتجاه أو بهذا الاتجاه، وإذا طارت راحت، يعني طارت طلوع، راح اثنيناتهم يشوفوها، يعني القريب عليه بيقوس عليها. بس في شغلة مهمة كتير، ركز معي حجي لهالمعلومة. لازم يمشوا بعكس الهواء، مو مع الهواء، بعكس الهواء. ليش بعكس الهواء؟ أول شغلة بعكس الهواء، الطير عطول بيشم الريحة، يعني السمنة بتشم ريحة الصياد. بس يصير قريب 10 امتار او اقل، السمنة بتشم ريحته، يعني بتكون هي شامة ريحة الطبيعة. بتشم انه في شيء صار، ريحة جديدة. وكل الطيور هيك، يعني بتشم ريحة الصياد عن قريب. هون شو بيصير؟ اذا نحن ماشيين بعكس الهواء، الريحة تبعتنا راح تروح يعني ورانا، ما راح تروح قدامنا. السمنة هي راح تكون قدامنا، انا ماشي بعكس الهواء، الريحة راح تروح وراي. هون انا نتفي بتأثر لما بكون ماشي بعكس الهواء، اذا في هواء قوي بتأثر شوي، معلش. بس هي الطريقة الصحيحة. شغلة تانية، انه السمنة بس تطير بعكس الهواء غير ما تطير مع الهواء. اذا طارت مع الهواء، اذا في شجر فيه، لانه رح تطير بسرعة، الهواء رح يساعدها، رح تكون سرعتها يعني خارقة. بس لما بتكون طايرة بعكس يعني لما بتكون طايرة السمنة بعكس الهواء، رح تكون طايرة على 100 محلة، رح يكون معك انت وقت تقوسها. يعني هون انت متحكم فيها، ما هي متحكمة فيك. هاي الطريقة حكينا، يعني شغلة اساسية كتير كتير كتير، انه بالكش، بصيد الكش السمون، الواحد يكون ماشي بعكس الهواء، مو مع الهواء. لكذا شغلة حكيناهن، يعني لصالح الصياد ضد السمنة. بنجي انه نحن مثلا اذا اكتر من اثنين، ونحن اذا اكتر من اثنين احلى. ليش؟ مثلا نقول 4 أو 5 او شي. هلا في كذا طريقة، هلا حسب الطبيعة. انا مصور هون سهل، بس نحن بس نفس الطريقة، يعني اذا كانت بالجرد او مثلا محل في شجر كتير او شي. اذا كان مثلا اكتر من صياد احلى. ليش؟ خصوصا اذا في شجر كتير، يعني بحرش او شي. ليش؟ البقايا بيقعدوا بمحلهم، يعني بيوقفوا بمحلهم، بيوقف تحت الشجرة، بيوقف. كمان بده يكون اتجاهه صحيح، يعني هو عرفان، مثلا معه خبر انه رفقاته رح يجوا من هون، بيكونوا هني راسمين الخطة، انه اذا طارت السمنة من قدامهم وزمطت منهم، مثلا ما صابوها او ما انتبهوا لها، رح تجي لعنده. يعني المحل ما بده يكون قاعد هو، بده يكونوا راسمين، انه راسمين الخطة. هو بيعرف انه راحت هيك السمنة رايحة على رفيقه. يعني اذا عم نحكي، اذا نحن مثلا 5، هي بكش السمون، كل ما كان في كترة كل ما بيكون احلى الموضوع. يعني ما والله 2 بيمشوا مع بعضهم، واثنين و3 بيمشوا مع بعضهم، لا، واحد هون وواحد هون، مثل ما حكينا على الشجر. وفي ناس بتقعد يعني مربط، يعني بيقعد بمحله، بيكون عرفان انه رفقاته منين جايين.
هيك بيكون الوضع 100% بكش السمون. يعني بيكون احلى العدد مثلا 5 6 بيكون احلى بالنسبة لصيد كش السمون. منجي على اللبس، مثلا ما ضروري الواحد يكون لابس ثياب مموهة. هلا ما ضروري كتير، بس اللي قاعد رابط ايه معقولة مثلا انه بضل مخبى حاله شوي عن السمنة. هلا نحن بالطبيعة انه الواحد بس يكون رايح على الصيد، يعني المفروض والافضل يلبس ثياب الصيد، يعني ثياب مموهة. اذا مثلا لون اسود مثلا معلش لون موه شوي، غير ما يكون لابس مثلا الوان فاقعة او شيء. بالنسبة لجهاز الصوت، ما ضروري بكش السمون، يعني ما ضروري كتير الواحد يكون مشغل جهاز الصوت، مشغل المكنة. بس اذا الواحد بده يشغل المكنة، مين بيشغل المكنة؟ اللي قاعد بمحله، اللي قاعد على المربط. مثل ما حكينا انه اثنين، واحد من هون وواحد من هون، البقايا بيكونوا قاعدين حسب الطبيعة، حسب محل ما هني عم يصيدوا بالجرد او بالسهل. مثل ما حكينا بيرسموا الخطة. في مثلا يعني اللي بيكونوا قاعدين مربط يكون في جهاز شغال، مشغلين صوت، مثلا صوت لصيد المساء اذا هني المساء. هو اكتر شيء يعني بعد الظهر المساء الواحد بيروح على كش السمون، او الصبح بكير. بس انه بالنسبة لجهاز الصوت مثل ما حكينا يعني ما ضروري كتير، بس اذا حابب الواحد يشغل جهاز صوت بيشغله اللي قاعد على المربط، مانو اللي عم يمشي. يعني اللي قاعد على المربط بطريقة هو رح يكون بعيد، يعني في مسافة بين اللي عم يبرموه قريب على الشجر وبين اللي قاعدين مربط، رح يكون في مسافة بين بعضهم. بالنسبة للخرطوشة يعني حسب الطقس، حسب السقعة.